بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يعني الخميس، داخلين على بداية يوم الجمعة. 10 يناير 2025. أنا النهاردة الفيديو أنا هحاول إن شاء الله بإذن الله الفيديوهات بتاعتي هتكون أسبوعية. نهاية الخميس وبداية فجر يعني الجمعة إن شاء الله هحاول أنا يكون فيديوهاتي أسبوعية، وإن طرق جديد ممكن أخليها، ممكن يبقى فيه فيديوهات كل 3 أيام، لكن بقدر إمكانها يعني أخليها تقريبا مبدئيا هتبقى أسبوعية بحيث أنشرها على فجر كل يوم جمعة إن شاء الله. أنا النهاردة هتكلم على شيء مهم جدا، وخاصة نوهت عنه قبل كده، وهو اللي فارض نفسه أمس واليوم وغدا، وهو فكرة الإعلام وتأثيره وخطورته، وإزاي الإعلام الذكي يجذب المواطنين بتوع دولته ويأثر في مواطنين الدول الأخرى. في دول بتصرف مليارات لأن جايبة ناس محترفة، ورغم اللي هي محترفة بتنفذ أجندات وتوجهات وسكريبتات تبقى معمولة. فأنا شايف الفترة القادمة مرعبة، وشوفنا حاجات كتير كده علني. ترامب هو بيقول لك أنا عاوز أخد كندا وعاوز أخد جرينلاند، الأرض بتاع جرينلاند وممر بنما. الدول اللي بتحصل تواطؤات وخيانات واتفاقات. الفترة القادمة هتبقى مرعبة، ومن يمتلك الأسلوب اللي يجذب المواطنين يسمعوا له، مش مجرد بيبحث يرسل أي كلام وفاهم اللي هو قضى الدور وخلاص، ويبقى كأنه بيتكلم بيرسم في مية. لابد يتأكد إن المواطنين على قناعة اللي هم بينجذبوا للقنوات بتاعته وينصتوا، لأن الإعلام هيحترم العقل ويقدر يقدم المعلومة، يقدر يقدم المعرفة، يقدر يقدم الحقيقة بمنظور اللي احنا بنقول عليه يحترم العقل، مش مجرد كلام وخلاص. أنا من وجهة نظري، أنا أصلا متخصص في حل مشاكل، تحقيق أهداف، دعم اتخاذ قرار، من منظور فكر تسويقي لكل شيء، مش مجرد لشركات، لأفراد، لمؤسسات، لدول. أنا منذ يمكن 2001 بدأت أروح للتلفزيون المصري وأتكلم إن في خطر هيحصل، وبيدك بدل ما بيد الآخرين ويوجهوا السفينة وممكن يدهولوا الدولة. وربنا يمكن حمى مصر من اللي حصل فيها، وقدرت نتحكم في الشرع وترجع تاني، ورغم اللي احنا رجعنا بطريقة برضو على القديم، يعني على النظام اللي ما تعلمناش من الدرس. دلوقتي أصبح من العبث تكرار نفس الأخطاء وانتظار نتائج أخرى، أو متخيل أنت ممكن يبقى ليك الإيد العليا أو التحكم أو حاجات زي كده. فأنا شايف إن لابد، وأول حاجة نعرف إحنا هدفنا ندافع عن إيه الشيء اللي يوصل لمرحلة القدسية، اللي هو ده نصب أعيننا، هو ده اللي لازم يتحافظ عليه. أنا كنت سمعت، كانت في مداخلة لصحفية تقريبا اسمها رضوى الضوي أو يعني حاجة زي كده، على قناة RT الروسية، وكان مش عارف قصاد إيدي كوهين أو مش عارف مين، ولخصت الموضوع بشكل جميل جدا، اللي أنا من منظوري إن المفروض هو ده يبقى النصب أعين ووجدان وعقل وإدراك المصريين بكل مستوياته.
المفكرين، الناس المتعلمة، الناس البسطاء، الناس الشعبين يبقى مدركين من اللي المفروض نبقى فاهمين، ده اللي المفروض نبقى مركزين. الحماية. هم قالوا هي قالت 3 حاجات وانا مقتنع بيها. قال لك ارض، شعب، جيش. لان الجيش والشعب يعني، بس لابد ان احنا نشيل اي شوائب يقدر الاخرون اللي عاوزين يقدروا يتحكموا او يخترقوا المجتمع المصري يستخدموها ويبداوا يشتغلوا عليها ويقدروا يأثروا في العقل. فاما تتكلم على ال3 عناصر رئيسيين دومت اللي بيمسكوا كيان دولة، هم دول السين، لكن من طريقة الطرح الحقيقي، من خلال اللي انت تبدأ تشور فين نقاط الضعف، فين الميزة. لابد اللي نبقى مدركين اللي احنا بنتكلم مع ناس فاهمة. المشاهد والمواطن لو تعاملنا معاه على اساس اللي هو قطيع او نقول اي كلام، هيبدأ يعزف عن القنوات المفروض الوطنية ويبدأ يروح اي قنوات تانية ويبدأ يتأثر بفكرة اللي انا بقول عليها الفكر التسويقي، اللي انا اقدر اركز لك على سلبية واضخمها، اقدر اللي انا اعمل عملية تراكمية لحد ما توصل لمرحلة انت خلاص بدأ يحصل لك نوع من اللي انت شكيت في كل حاجة. فالاول شيء اللي انا بقول عليه الاعلام، والاعلام الحقيقي. وانا من منظوري لو انا هتكلم على ازاي نبدأ يعني يكون شغل حقيقي، نبعد على شوية الافاقين او المطبلاتية او الوصولية او حاجات زي كده، وكل حد هيبقى ليه الحرية، لان في الاخر احنا عاوزين نوصل للناس الحقيقية المحترفة ويقدروا يقدموا المعرفة والمعلومة الحقيقية، وما نتكسفش لما نيجي نسلط الضوء على اي حد مهما وصل حتى لو رئيس الجمهورية، لو في اي سلبية نقول فينا سلبية، نناقش بموضوعية. في قانون بيتعمل غلط، بيتعمل لصالح ناس معينة، وزير التعليم بيعمل حاجات وكأنه متخيل ان الموجودين دول اولاده، عمال يعني في تأليف ويغير هنا هنبدأ نجذب المشاهد المصري، لان هيبدأ يعرف اللي انت بتحترم عقليته، بتبدأ تطرح الإشكالية، تقدر من خلالها اما يوصل لمرحلة الثقة تقدر تبروز الإيجابية، تقدر توديله فكرة التوعية، بس التوعية احترافية، مش فكرة اللي انا اعرف وانت والمفروض والبلد وخافوا على بعض. الكلام ده خلاص انتهى. احترم عقلهم. الميديا والسوشيال ميديا والقنوات بتصرف عليها مليارات، وخلفها مفكرين تسويق محترفين يعرفوا يحطوا المعلومة ازاي ويضخموها، او يقدروا يقتنصوا، يجتزئوا، يقدروا يركبوا فيشككوا اي حد، ومن اقل حاجة ممكن البلد تضيع. فانا من منظوري اول حاجة علشان تكون بداية حقيقية، علشان نحافظ على ال3 دول اللي احنا قلنا عليهم، او اللي انا يمكن من وجهة نظري اقتنعت من اللي هي الصحفية بتتكلم عن الارتي في الارتي: ارض، شعب، جيش. دول المنوطين او الاولى باللي انت جميع المواطنين يبقى في دماغهم، هم دول المحافظة عليهم بكل الادوات بعقلانية وادراك وفهم. فانا شايف اول نقطة اللي انا هبدأ اعمل لها فيديوهات تانية واقدر اوضحها بشكل عملي وبشكل واضح جدا: فصل اعلام الادارة، الرئاسة، واعلام الدولة. الإدارة اللي بتحكم في مصر الرئيس السيسي أو اللي قبله أو اللي بعده أو حاجات زي كده، اللي عاوز يبقى إعلام للرئيس وبيظهر إيجابياته أو حاجات زي كده، لازم يكون هناك إعلام دولة، ويكون من عندها أول حاجة معلومات حقيقية. لو في سلبيات تبدأ تبروزها، لأن احنا هدفنا حاجة واحدة: الحفاظ على الدولة. والحفاظ على الدولة هيجي من حفاظ على الأرض، شعب، مؤسسة عسكرية، والحفاظ على الشعب من خلال التوعية